السلام عليكم اخوان اخوات زوار متابعي قناه بالفاسبور. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في هذا الفيديو غادي نطرق من خلاله حول تصويت بعض قاده المنتخبات الوطنيه، بحيث ليونيل ميسي يصوت لصالح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي كثالث احسن مدرب في العالم. نعم اخي الكريم، ليونيل ميسي يصوت لصالح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي كثالث احسن مدرب في العالم، في حين رومان سيس يصوت كذلك لأفضل لاعب حكيمي، والثاني بنزيما، وثالثا مبابي. في حين صوت كذلك رومان سايس افضل حارس. الرقم واحد هو بونو، والرقم اثنين كورتوا، والرقم ثلاثة مارتينيز. يعني كان العكس ديال الفيفا اعطت العكس ديال هذا الترتيب. بالنسبه لرومان سيس كذلك في صوت كاحسن مدرب في العالم، صوت للركراكي رقم واحد، والرقم الثاني سكالوني، وكذلك الرقم الثالث انشيلوتي. اذا اخواني اخواتي، هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. حبيت نقربكم من جوائز الفيفا دي بيست وبعض التصويتات التي صوتوا بها كل من قادة المنتخبات. كنذكركم بان ليونيل ميسي صوت لصالح المدرب المنتخب المغربي كثالث احسن مدرب، وهذا شيء جميل. ان دل على شيء فانما يدل على المدرب المغربي كان يمكن أن يكون في اللائحة النهائية لأحسن مدرب أو أفضل مدرب في العالم. إلى هنا ينتهي فيديو لهذا اليوم. ما تنسوش أحبتي في الله الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكذلك اعطونا زر الاعجاب واللايك. ما تنسوناش، راه زر ضغطة ما تخسر والو، ضغطة واحدة، وغادي تعاونونا وتحفزونا باش الفيديو يطلع ان شاء الله. الى اللقاء في فرصة.